الدكتور عبد الحميد النجدي وموضع التقية. فيقتل. لماذا؟ لأنك تحدث انقلاب بالدولة والسلطة، هذا معناه بالاصطلاح الحديث. فكان يقتل الشيعي وكل حجر ومدر ويطارد، فلذلك يستعمل التقية، والتقية مبدأ قرآني. فالتقية ليست هي جائزة في كل حال، في حالة الضرورة، في حالة الضرورة فقط. هم يقولون أن التقية عند الضرورة، وهذا غير صحيح، وليس هذا دين الشيعة. هذا في وسائل الشيعة في الجزء 11، نحن دائما نذكر الجزء والصفحة. في الجزء 11 وسائل الشيعة للحر العاملي 11 صفحة 466 عن الصادق قال: عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه. ليس ضرورة، مع من يأمنه، لتكون سجية مع من يحذره. إذن هي تكون مع من يأمنه حتى تكون سجية له. 9 أعشار الدين، التقية دين ودين آبائي. ثم كذلك هنا هذا الخميني في كتاب الرسائل الجزء 2 صفحة 98 و100 عن زرارة بن أعين يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك. قال الخميني بعد إيراد هذا الخبر: إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية. ما في ضرورة هنا، يأتي يصلي عليه جنازة، ما في تقية هنا، أو يصلي خلفه الصلاة، ما في تقية هنا، ما في ضرورة تدفعه إلى ذلك، وإنما التقية فقط. وهنا في الخوئي، الخوئي في العروة الوثقى، شرح العروة الوثقى الجزء 4 صفحة 32 و300 يقول: وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين وأن لا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم. إذا ليست كما يقولان. كذلك اصبر. كذلك الخوئي يقول: أما في مورد احتمال ما قاطعتك. لا السؤال، لا تسأل كلام. مرات سؤال صغير ممكن، مرات سؤال صغير، مرات حاجة بس عشان ينزلوا بعض. طيب، قال الخوئي: أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فهي واجبة في الصلاة معهم، يقصد أهل السنة. يقول: ومستحبة مع عدم احتمال الضرر. تقية مستحبة مع عدم الصلاة معهم. اي نعم، مع عدم الصلاة. اي نعم، تقية صلاة توحيد. هذا التوحيد ماشي، توحيد قلوب المؤمنين. الطوسي هنا في تهذيب الأحكام الجزء 3 صفحة 97 و100، وابن بابوي في من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 105 عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين إذا في الدور لا، أنا هناك تكلمت 3 دقائق فقط، وما تكلمت 8 دقائق، أنا أحسب معك. لا ما يصلح، لا ما يصلح. كم ما نعطيك لا كم تعطيهم؟ ما نعطيك 3 دقائق، ما مشكلة. حتى دقيقتين زيادة لأن أعطيك كل هذه، لكن حتى هذه فضلي دقيقتين. إذا عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي يمشي معه، فلقيه مولى له، فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولى: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه. فقال له الحسين عليه السلام: انظر أن تقوم على يميني، فما تسمعني أن أقول فقل مثله. فلما كبر عليه، أي على المنافق، يصلي على المنافق، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: الله أكبر، اللهم لعن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخزي عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. طيب